السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا، صينية بطاطس بالفراخ بريحة وطعم خيال مع شوية صوص حكاية. شايفين الفراخ بتاعتنا مشوية ودايبة ازاي ولونها عامل ازاي؟ والله الصوص بتاعها حكاية، مش عايز اقول لكم الطعم ولا الريحة ولا اللون شكلهم عامل ازاي. حاجة بسم الله ما شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا بسرعة. اول حاجة هنجيب طاسة ونحطها على النار ونحط فيها معلقتين زيت مع معلقة سمنة او معلقة زبدة، مفيش اي مشكلة. وهنا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل صدمة للفراخ عشان نقفل المسام بتاعتها ونخليها جوسي من جوه وتدينا الطعم والنكهة اللي احنا محتاجينها. طبعا هنا احنا نزلنا بالفراخ بتاعتنا على الجنب من تحت كده، ادينا الفراخ بتاعتنا صدمة. طبعا بعد ما بتطلع من الصدمة دي بنعمل ايه؟ بنرشها شوية ملح وشوية فلفل اسود فقط لا غير. مش عايزين نزود بهارات لان احنا عاملين التتبيلة وحاطين فيها بهارات. طبعا هنبدأ ننزل بنص الفرخة بتاعنا التاني. احنا هنا ما قطعناهاش يربع، احنا سيبناها نص فرخة كامل زي ما انتم شايفين. هنا ادينا نص فرخة التاني اهوت، ادينا له صدمة برضو من الجنبين ونرشينا عليه ملح وفلفل اسود اهوت. طبعا قبل ما نشتغل في الكلام ده كله بنكون غاسلين الفراخ بتاعتنا غسلة محترمة طبعا، عشان ريحة الزفارة بتاعت الفراخ ما تبانش معانا في الاكل. طبعا هنا ادينا الصدمة النص فرخة التاني وحطينا عليه ملح وفلفل اسود. طبعا هنجهز بقى اللي احنا هنعمله، الصينية اللي احنا هنعملها وندخلها الفرن. طبعا الخضار هنا زي ما انتم شايفين، حاطين بصل، حاطين جزر، حاطين طماطم، حاطين قرن فلفل حامي واحد بس. حضرتك لو حابه تضيفي فلفل رومي اخضر او فلفل رومي الوان مفيش مشكله خالص مع البطاطس. وهنضيف عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود ونبدا نقلبهم تقليبه محترمه كده مع بعض عشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده اهوت. وهنضيف بعد كده معلقتين من التتبيله اللي احنا عملناها. التتبيله عباره عن بصل، طماطم، فلفل رومي او فلفل حامي اخضر زي ما حضرتك حابه. وهتضيفي وهتضيفي كمان 3 فصوص توم مع ملح وفلفل اسود وشويه زعتر وبهارات فراخ وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وخل وليمون وملح طبعا. طبعا هنا احنا ضفنا معلقتين توابل على الفراخ بتاعتنا. وهنضيف نقلب بقى تقليبه محترمه كده. كده ضفنا البطاطس بتاعتنا اهو. هنقلب الخضار كله مع بعضه عشان ياخد من طعم كل حاجه. احنا هنا برضو حطينا شويه ملح وشويه فلفل اسود عشان الملح بتاعنا يكون مظبوط. يعني احنا حاطين ملح وفلفل اسود في التتبيله، وحطينا ملح وفلفل اسود على الخضار بتاعنا عشان الملح بتاعنا ما يقلش من حاجه منهم، ويبقى الطعم والصوص كويس. طبعا هنجيب الفراخ بتاعتنا ونبدأ ننزل عليها بالتتبيلة اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. هنضيف شوية تتبيلة على نص الفرخة ده ونعمل لها عملية مساج كده من جوه ومن بره ومن كل حتة فيها. طبعا التتبيلة دي لو حابة حضرتك ما تعمليها مشوية في الفرن ممكن نعملها مشوية في الفرن، بس مش هنعمل الصدمة اللي احنا عملناها دي. هنعمل التتبيلة، هنتبل الفراخ التتبيلة دي ونحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات، ولو باتت لتاني يوم هيبقى أفضل معانا. وندخل الفراخ دي على الشبكة وهنحط الصينية دي في أرضية الفرن بالخضار بتاعها زي ما هي، وهتاكلي أحلى وأطعم فراخ مشوية في العالم. طبعا هنا بعد ما حطينا التتبيلة بتاعتنا على الفراخ هنعمل ايه تاني؟ هيتفضل شوية تتبيلة كده في البولة اللي احنا عاملين فيها التتبيلة. هنحط عليها شوية مية ونزود عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود. وهنا احنا ضفنا ورق لورا وضفنا حبهان صحيح. هنضيف شوية مية في البولة اللي احنا قلنا عليها دي، وهنزود برضو الملح والفلفل الاسود، وهنضيف مكعب ماجي تاني في صينية الفراخ في الشوربة. وهنا هضيفنا الشوربه اهوت. بعد ما نضيف الشوربه دي ممكن نحط ورقه زبده ونغطي فويل، وممكن نغطي فويل ونحطها على عين البوتاجاز لمده نص ساعه لحد ما تغلي. وبعد ما تغلي هندخلها الفرن على الشبكه الوسطانيه. وزي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا طلعت معانا بالشكل التحفه اللي انتم شايفينه ده. مش عايز اقول لكم الريحه لا تقاوم، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه بنقول لكم في نهايه الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه،
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء آخر إن شاء الله.